خبر بيسعد الجميع. متخيلين انه بس باقي 10 ايام وينتهي فصل الصيف رسميا، لان بعد 10 ايام اللي هو تاريخ 22 سبتمبر بيبدأ رسميا فصل الخريف. فبهذا اليوم تاريخ 22 سبتمبر يسمونه الاعتدال الخريفي. فليش يسمونه الاعتدال الخريفي؟ لان الله يسلمكم يتساوي النهار مع الليل، فبيكون بعد هذا التاريخ كل يوم الله يسلمكم درجات الحرارة بتقل عن الايام اللي قبلها. وبعد ما يمر اسبوعين بعد تاريخ 22 سبتمبر بتبدأ الاجواء تبرد اخر الليل واول الفجر، وبعدها ان شاء الله مع دخول اكتوبر بتبدا الاجواء تستوي الطف والطف، والحراره الله يسلمكم بنودعها الحمد لله. ومن بعدها الله يسلمكم بندخل بافضل فصل الله يسلمكم فصل الشتاء. وطبعا الشتاء بهذه السنه غير، لان رمضان الله يسلمكم بينورنا في هذا الفصل الجميل. لو تذكروا المقطع اللي صورته قبل 4 سنين وقلت لكم ان في سنه 2025 بيكون رمضان بالشتاء، فاللهم لك الحمد هذه السنه الله يسلمكم بتكون السنه الاولى اللي يكون فيها رمضان ان شاء الله في الشتاء. فجهزوا الفعاليات الرمضانيه والفطور ان شاء الله بيكون بالحوش. فدام نذكرنا شهر رمضان بقول لكم على الطاير كم باقي على رمضان؟ باقي 158 يوم بس. فمع الاجواء البارده ودخول رمضان يا سلام، ايش تبغى احسن من هذا الشيء؟ فبنهايه المقطع حبيت افرحكم بهذا الخبر، خبر انتهاء فصل الصيف والحراره الشديده، وخبر الله يسلمكم اقتراب شهر رمضان.